استنى دقيقة. النص الثاني من شهر نوفمبر 2025 للأبراج النارية الحمل والأسد والقوس شكله مختلف. فترة واضح فيها التغيير، واضح فيها إن اللي كان واقف هيتحرك واللي كان متعطل هيتفتح. وخليني أقولها لكم من الآخر كده، الحمل والأسد والقوس داخلين على نص شهر في أبواب بتتفتح وقرارات بتتاخد وقلوب بترجع تهدى بعد فترة كانت صعبة شوية. ويلا نبدأ باللي هيحصل مع كل برج فيكم بالتفصيل. برج الحمل، الفترة دي هتحس إنك راجع تمسك زمام أمور حياتك بإيدك. دماغك كانت متلخبطة، قلبك كان مقفول، وكنت حاسس إنك مش عارف تبدأ منين. بس النص التاني من نوفمبر هيبقى عامل زي نفس عميق. هتبدأ تفهم نفسك وتلم دماغك وتعرف مين اللي حواليك حقيقي ومين لأ. في الشغل في حركة، في تغيير، في كلام هيتفتح لك هيطمنك إنك ماشي صح. ممكن مسؤولية جديدة، ممكن فرص، ممكن ترقية بسيطة أو بداية شغل أفضل. في الفلوس في فلوس جاية حتى لو قليلة، بس هتحس إن الأمور بترجع تتظبط. في البيت حاجة كانت معطلاك هتتحل، حد كبير هيدعي لك وحد صغير هيفرح قلبك. عاطفيا يا برج الحمل، لو مرتبط هتحس إن في تقارب، في مصارحة، في كلمة هترجع الهدوء بينكم. أما لو سنجل في حد هيشدك، هيطلع كده من وسط الزحمة ويخطف قلبك. لو منفصل يا برج الحمل في احتمال للرجوع، بس على حسب اللي كان بينكم. لو العلاقة كانت ندالة، لا مفيش رجوع. لو كان سوء تفاهم بسيط، في فرصة للرجوع إن شاء الله. برج الأسد في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025 انت راجع تستعيد قوتك. الفترة اللي فاتت حسيت انك تايه مش لاقي نفسك، بس النص الثاني من نوفمبر راجع يديك الهيبة من تاني. هتحس انك واقف على أرض صلبة وبتحط نقط على حروف كتير. في الشغل يا برج الأسد في تقدير، في كلمة حلوة، في حد شايف تعبك، وممكن يوصل لك خبر يرفعك فوق شوية. في الفلوس في دخل ولو بسيط، بس بيرجع يعمل توازن معاك. في البيت في لمة حلوة وفي حب، وممكن خبر حلو في العيلة. عاطفيا يا برج الأسد في النص الثاني من شهر نوفمبر، لو مرتبط العلاقة هتكون هادية، فيها تفاهم أكتر، حتى لو كان في شك بسيط هتطمن. لو سنجل في حد ناعم ولطيف هيقرب، وتفاعله معاك هيكون مريح. لو منفصل، لو الطرف التاني ناري ممكن في رجوع، لو الطرف التاني ترابي مش هيبقى في خطوة منه. وأخيرا معانا برج القوس في النص الثاني من شهر نوفمبر 2025. انت أكتر واحد في الأبراج النارية داخل على تغيير كبير، في سفر أو حركة أو قرار هتاخده من غير ما ترجع لحد. هتحس إنك بتتنفس، بترجع لنفسك من تاني. في الشغل يا برج القوس في حاجة جديدة بتظهر، فرص حلوة أو حتى تفكير في تغيير مكان، والحلو إنك ماشي في الطريق الصح. في فلوس جاية لك من مكانين، وهتصرف على نفسك أو على حاجة نفسك فيها بقالك فترة. في البيت جو لطيف، جو هادي، في صلح، في لمة، في كلام هيرجع الود بينك وبين حد. عاطفيا لو مرتبط يا برج القوس العلاقة بتتحسن وبتقربوا لبعض من تاني. أما لو سنجل عندك فرصة تعارف جديدة وحد من بعيد هيقرب لك. المنفصلين من برج القوس في النص الثاني من شهر نوفمبر، لو العلاقة كانت حلوة زمان ممكن يكون في رجوع، أما لو العلاقة كانت متعبة مش هيحصل رجوع. قول لي بقى أنت برجك إيه من الأبراج النارية، ومتجوز ولا مرتبط ولا سنجل ولا منفصل؟ اكتب لي تحت في الكومنتات وأنا هقول لك إيه اللي جاي لك تحديدا قبل آخر نوفمبر. معاكم دايما وليد زهران، استنونا في الجديد.